الصدفة الحلوة دي؟ ده ايه الصدفة الزفت دي؟ اهلا يا كوكي، ازيك؟ عامله ايه؟ على اساس بتسأل قوي وبعدين بكلمك ما بتردش. ايه، واقع على حاجة جديدة؟ ده واقع على حديدة، مش واقع على حاجة جديدة. قال انا ليه حاسة اني شايفة قدامي مترجم جوجل وانا عاملاه بالعربي، او يمكن عندها تأخر في النطق. بجد هو ده تمثيل؟ لا بجد اسكتشي بقى. هو ده تمثيل؟ ده تمثيل. روحي دلوقتي وهكلمك بالليل، اتفضلي. انا عارفة انك بكاش ومش هتتكلم تاني. اما انك انسانة سئيلة ونو احساس فعلا، يعني عارفة انه بكاش ومش هيكلمك تاني ومع ذلك مصرة على الرخامة. يا اخي ده في شوية حريم عايزة تتحط في ميدان عام وينضربوا بأباقيم مصر كلها. ما انا عارفاك طول عمرك نمس وما تضيعش وقت. يعني حضرتك انسانة لازقة وقلنا ماشي، مش لاقي حد يسأل فيكي وقلنا ما يجراش عادي، مصيرها هيجيلها عدلها. لكن الموضوع يوصل لانك واقفة تسمعينا النص، لا وكمان المخرج شايف المهزلة الكلامية الاستفهامية دي وما فتحش بقه. لا بقى، ده كده في حد من ال3 نجوم صف اول دول ماسكين على الراجل ده زله. وبعدين في سؤال محيرني يا جماعه، هي دي الاكس بتاعت شريف ولا بتاعت جد شريف؟ انا مش بتريق على اعمار حد طبعا، لكن ان شخص يبعتر بكرامه سنه الارض كده دي حاجه مش كويسه خالص. مش هعطلك عشان تعرف تقعد مع الموز ده. لا يلا باي. باي باي يا كوكي. موزة؟ ايه موزة دي؟ هي اللي موزه وبنت 60 موزه كمان. تصدق ان انت ذوقك عفش يا ابني، دي لو غسلت بس وشها تبقى شبه الشاويش. وبغض النظر عن التمثيل المضحك للاخت كوكي روبوت والاخ شريف النمس والاخت موزة ابو هشيمه، احب اوجه رسالتين. اول رساله، طز في ده تمثيل لانه ما يدخلش في ذمتي بربع جنيه مخروم. دي اول رساله. الرساله التانيه احب اوجهها لمخرج العمل. بقى يا راجل يا ابها، جايب لنا واحده سنها فوق ال60 سنه وطالعه من دور شلل نصفي على الدور ده عدل ومش مكسوف من نفسك وانت مسميها لنا كوكي. يا جماعه ال3 دول ليس لهم ادنى علاقه بالتمثيل، دول اخرهم يشتغلوا سكرتاريه في شركه عمر افندي. بقول لك ايه، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. ما هو مش معقوله هشوف النيله السوداء المهببه دي لوحدي، لازم اوحلك واشاركك معايا. يلا اشوفكم الحلقه الجايه والسلام عليكم. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.